صباح الورد والخير والسعادة على أحلى ناس في الدنيا. آخر الشهر والميزانية مخسعة حبتين. تعالي معايا أقولك إزاي تعملي كشري الحلة الواحدة القمر التحفة ده اللي مش هياخد منك أكتر من 5 دقايق واقفة في المطبخ. حاجة كده سهولة وبطاطس، وهقولك سر قرمشة البصل يطلع معاكي مقرمش وتحفة بمكون واحد بس، بدل كل الافتكاسات اللي انتي بتعمليها دي ومش جايبة معاكي نتيجة. حاجة كده وهمية، والطعم حرفيا مش هتعملي الكشري غير بالطريقة دي. بعد كده تابعي معايا الفيديو وتابعي كل التفاصيل، سهولة وبساطة ولا أروع من كده. هنبدأ بالبصل. انا هنا البصل بتاعتي التقطيع على حسب الرغبة، بس انا بفضل التقطيعة الصغيرة، ما تعملوش في الكب عشان مش عايزاه يخرج ميته. معلقة دقيق واحدة، هي دي التركة اللي سمعتك القرمشة بتاعت اول الفيديو. اول حاجة في الفيديو خالص القرمشة اللي انت سمعتيها دي هي بسبب معلقة الدقيق، ولا سكر ولا اي حاجة. معلقة دقيق واحدة بس تفي بالغرض واكتر كمان. خطيرة. وتسخني الزيت بتاعك كويس جدا، وننزل بالبصلة بتاعتنا. زيت البصل ده هو اللي هنعمل بيه بقية الكشري، فانتي ده حافظي عليه كويس جدا، ما تستكترهوش، احنا هنعمل كمية محترمة. هنا اول ما يصفر البصل، خلي بالك عشان بيصفر في ثواني، تشيليه على طول. انتي هتبقي شايفاه مش مستوي، بس مستوي زي ما ظهر لك اول الفيديو، مستوي ومقرمش وتحفة وخطير. طلعيه على مناديل او على مصفى، ما تطلعهوش كده على طبق عشان هيبقى مزيت معاكي قوي. ودوقي احلى لو عايزاه جولد، لونه ذهبي، نقي البصل الابيض، بس انا كان عندي البصل الاحمر وافى برضو بالغرض، والطعم اطعم كمان. ودوقي احلى بصلة كشري ممكن تعمليها. هنا بقى هنعمل الكشري بتاعنا الحلة الواحدة. هنزل بنص كوباية من الشعرية، هنزل بحوالي نص كوباية زيت من الزيت بتاع البصل. ما تستكترهوش، احنا هنعمل كل حاجة في الحلة دي، فما تستكتريش نص كوباية زيت البصل. هنزل عليه بنص كوب من الشعرية. خلي بالك ايدك في الشعرية على طول عشان دي بتحمر في ثواني. انا هنا وانتي بتقلبي الشعرية اغسلي الرز، يعني انا هنا كنت بغسل الرز معاكم. ما تغسلهوش من قبلها عشان الرز بالذات يتغسل وقت ما يتحط على طول عشان ما يعجنش منك. شايفة؟ بسيبه ثواني وبرجع اديله تقليبة تاني. انا حبيت اوريكي كل التفاصيل عشان لما ظبطش معاه كشري الحله الواحده قبل كده يشوف الفيديو ده. صدقوني مش هتعملوا الكشري بعد كده غير بالطريقه دي، اسهل بكتير وتحفه والطعم خطير، حاجه تحفه يعني. هنزل بقى انا هنا بكوبايتين من الرز المصري المغسول، وهديله تقليبه. وحاولي تنقي نوع الرز بتاعك يكون كويس، بلاش اللي هو السوا بتاعه بيبقى زياده ده، هو بيبقى ارخص بس ما بيبقاش حلو. اقعد اقلب اقلب، انا عايزه الايه الرز بتاعي فلفل. وهحط كوب من المكرونه اللي هي الصغيره دي احسن مكرونه للكشري. حاولوا ما تحطوش اي الاكبر منها او اي نوع تاني، هي اللي هي مكرونه الكشري الصغيره خالص. عايزين تحطوا سباكيتي معاها حطوا، بس انا بكتفي بدي عشان عندي اطفال، والسباكيتي اللي عنده اطفال هيفهمني. السباكيتي بتبهدل الدنيا، هما بيحبوها جدا الاطفال، بس بتبقى مرمطه للام والله. بصي بقى، انا هنزل بكوبايتين من العدس الاسود الاسمر. انت ممكن اللي هو العدس بجبه، انت ممكن تستخدمي كوبايه واحده، بس احنا بنحبه كتير في الكشري عندنا في البيت. كوبايتين. انا هنا سلقاه، انت ممكن تسيبيه قبلها ب4 ساعات في ميه مغليه، وكل ما الميه ما تبرد تجدديها قبل ما تعملي كشري ب4 ساعات. بس انا ما كانش عندي وقت، وحاجه كده سهله وبسيطه وموفره في اخر الشهر، فسلقته. خد مني ربع ساعه سليق، وصفيته ونزلت بيه على الرز بتاعنا والشعريه والمكرونه، ونزلت ببراد كامل من المية المغلية، كاتل كامل او براد كامل. بصي الكشري بالذات ما تزوديش في المية، زي ما انتي شايفة كده، اقل من عقلة صباع واحدة، يعني اقل من العقلة. مش زي الرز بتاعنا، لا اقل من الرز، بنفس مستوى الرز والمكرونة والعدس، المية مش فوقيه خالص. وحطيت نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة من الكمون،
وايه نص معلقه كبيره كده محترمه من الملح. شايفين الميه فين؟ الميه بنفس سوى الكشري، بنفس سوى الرز، مش فوقيها خالص، عشان بيعجن في ثواني. ده عامل زي رز السمك كده، بتلاقوه في ثانيه بيبوظ. وهيتشرب معاكي في ثواني على نار عاليه. توطي النار خالص وتسيبيه تلت ساعه، وهيطلع معاكي احلى كشري. حله واحده واسهل حاجه ممكن تعمليها في الدنيا. نزلت برضو بربع كوبايه من الزيت بتاع البصل بتاعنا، وعليه 5 فصوص من الثوم دقتهم كويس. هتلاقي الثوم معاكي بتشوح في ثواني برضو. بصوا بقى، انا بعمل الدقه بتاعتي مع الصلصه. انتي ممكن تعملي، لو هتعملي دقه خارجيه اللي هي مخلل وثوم وكمون وليمون، دي اعمليها خارجيه واعملي الصلصه من غير الخطوه بتاعه الخل اللي هحطها دلوقتي. انا هنا اول ما التومه بتاعتي تصفر بس، يعني ما تحمرش خالص، تصفر، نزلت ب3 معالق كبار من الخل، عشان انا عايزه اعمل الدقه منها فيها، بتديني طعم تحفه حرفيا. دي احلى صلصه للكشري ممكن تجربيها. ونزلت هنا بنص كيلو من الطماطم، عاملاها في الخلاط على كوبايه كامله من الميه. وصلصه الكشري طبعا ما بيتحطش عليها غير نص معلقه صغيره كمون ورشه ملح ومعلقه صغيره سكر، عشان تعدلي حموضه الطماطم وتكتملي الخل شويه. بالظبط 10 دقايق على نار متوسطه وقفلت عليها النار، بقت معايا بالمنظر ده. صلصه الكشري ما تزوديش عليها خالص ولا توطي النار وتسيبيها تتقدح خالص، هي 10 دقايق على نار متوسطه وتقفلي عليها. هتحسيها مش مستويه في الاول، بس تسيبيها تبرد هتشوفي هتبقى مستويه ازاي. هنا بقى الكشري بعد تلت ساعه، شوفوا مفلفل وخطير ازاي، وهمي بجد. دي احلى طريقه بعمل بيها الكشري، وكلهم في البيت بيشكروني من جمالها، وان انا ما باخدش وقت في المطبخ. حاجه منجزه وسهله وبسيطه، وعشاق الكشري هيحبوا الوصفه دي قوي. يلا بقى نقدم بطريقه شيك كده. لازم برضو ندلعهم شويه، اخر الشهر ماشي بس برضو ندلعهم، عشان برضو ايه كشري ولا مش عارفه. انتي قمر، انتي تدلعيهم في كل حالاتك، حتى لو هتعملي طبق فول. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. كانت معاكم هالة عربي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واللايك والشير، عشان انتوا كده بتدعموني عشان اكمل. وتقولي لي في الكومنتات بقى لما تجربوها وتوهموهم بجمالها. باي باي حبايب قلبي.